محدش فينا بيحب النقد ولا حد فينا بيحب الناس اللي بتنتقد. لو قلت لك لبسك وحش او طريقه كلامك بلدي شغلك مش مظبوط مش هتبقى مبسوط. حتى لو انا بقول لك كلام صح ولمصلحتك هتقفل مخك وتغمض ودانك. ينفع قوي تسيبني وتمشي، ولو انت متربي ابن ناس هتسمعني وتهزلي دماغك وانت مش فاهم اي حاجه اصلا. طيب اتعامل ازاي مع الناس اللي بتنتقدني؟ ولو انا عاوز انتقد حد ايه احسن دخله اخش عليه فيها؟ خلينا ندردش في الموضوع ده النهارده. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب، خليك معايا. السلام عليكم. وانت بتخبط في الدنيا هتلاقي ناس شياكه نظيفه من جوه. لو شافت عندك مشكله هتقولها لك بمنتهى الذوق. يعني الدكتور بتاعك في الكليه عارف ان انت كويس وابن ناس، بس شايف ان دماغك موديك شمال، فتلاقيه ياخدك على جنب ينصحك ويقول لك تعمل ايه في الدنيا. هتلاقيه حذرك من تصرفاتك اللي هتلبسك في الحيط وتضيع مستقبلك. في اللحظه دي اكيد الدكتور بتاعك مش عاوز منك حاجه، هو بس بينصحك لله. ردك هنا ان انت لازم تشكر دكتورك، لو طلت تبوس ايده واعمل كده، لان النوع ده من الناس قليل قوي، صعب اصلا تشوف حد كده، ممكن كمان ما تشوفوش. طب لو النصيحه او النقد ده جت من صاحبك اللي معاك في الكليه وطريقه الكلام او الدخله ما عجبتكش، وحسيت كده ان النقد او النصيحه دول اصلا غلط، زي ما صاحبك يقول لك ايه طريقتك في الكلام وحشه قوي مع الناس، مفيش حد طايقك في الكليه، انت بقى متاكد ان الكلام ده كله غلط، هتعمل ايه في الحاله دي؟ خد كل الكلام اللي انت سمعته ده وارميه ورا ظهرك ولا اكنك سمعت اي حاجه اصلا. ممكن دماغك توديك ان انت ترد على اللي بيكلمك، ان انت تقول له لا يا صاحبي الناس كلها بتحبني، انا لسه مسلم على 100 واحد قبل ما اشوفك، من غير ما تهري نفسك في الليله دي خسرانه والله. صاحبك ده مش عاوز لك الخير ولا عاوز اصلا يشوفك كويس. صاحبك يا بيقول كلامه خلاص يا مش شايف صح، يا الاحتمال الاكبر ان هو ايه بقى، ان هو منفسن منك ومش عارف يبقى زيك. خد كل كلامه وارميه ورا ظهرك. طيب اعمل ايه مع صاحبي؟ شيطانك هيقول لك اقطع معاه، بس دي مش احسن حاجه. خليك زي ما انت بس حطه تحت الملاحظه، يمكن يكون هو تمام بس هو فاهم غلط. طب لو حد بينصحك بس طريقته وحشه وكلامه كله طوب، زي مثلا باباك هو عاوز يشوفك احسن واحد في الدنيا بس طريقته معاك تقيله قوي، اعمل ايه لو وقعت في المطب ده؟ اول حاجه سيبك من طريقه الكلام وركز في النصيحه. حاول تعمل بيها على قد ما تقدر، محدش في الدنيا هيحبك ويبقى عاوز لك الخير زي باباك ومامتك. بعد ما تاخد منك الكلمتين دول وتقول لنفسك يلا نعملهم، حاول تتفاهم معاه ان انت تلمح له ان كلامه تقيل شويه بالشياكه كده وباسلوب حلو. زي مثلا انت تقول له بالهداوه يا حاج، هعمل اللي انت عاوزه من عينيا حاضر بس بالهداوه عليا. ساعات بتلاقي نقد صح مش غلط بس القصد منه مش النصيحه. زي مثلا انت تكون عاوز تكسر عزيمتي على حاجه انا ناوي اعملها، يعني اللي بيتقال باللسان حاجه حتى لو صح بس اللي في القلب حاجه تانية خالص. زي مثلا صاحبك اللي معاك في الشغل اللي انت وهو بتعملوا نفس الحاجه، شغالين مثلا في كول سنتر مع بعض وانتوا لسه في الكليه. يجي صاحبنا ده يقول لك ايه بقى، انت سريع قوي في الشغل بس ساعات بتغلط، نصيحتي ليك ان انت تهدي من سرعتك خالص، اشتغل على الاقل من مهلك. استنى، الاسبوع اللي فات انت فاكر المدير بتاعكم كان لسه بيقول له شد حيلك شويه؟ كل عميل ياخد منك ساعه واتنين في مشكله ما تاخدش اكتر من 10 دقايق. زيد على كده كمان ان انت متاكد ان اكتر حاجه مميزاك في الشغل ان انت سريع وبتحل المشاكل بسرعه، فانت هتعمل ايه بقى؟ هتاخد الحلو اللي في الكلام، ان انت ساعات بتغلط فتركز اكتر. كل ما سرعتك بتزيد في الشغل كل ما تركيزك فيها بيقل. انت سريع زي الفل بس محتاج ان انت تزود تركيزك علشان يبقى بنفس مستوى سرعتك. بعد كده تاخد كل كلام زميلك في الشغل وفوقهم البرنس ده وترميهم ورا ظهرك. ساعات بقى بيجي لك حد محترم قوي ينصحك بحاجه، يكلمك بمنتهى الشياكه، يقول لك مثلا ايه شفتك في الكليه صوتك عالي وبتعمل كذا وكذا وانت شكلك ابن ناس، ما يصحش كده، انا بنصحك علشان الناس ما تاخدش عنك فكره غلط. هنا المفروض تعمل ايه؟ تفهمه ان هو شاف صح بس فهم غلط، لان الموقف اللي هو شافه انت كنت متنرفز فيه جدا والموضوع ده حصل غصب عنك. طيب انت وضحت له الموقف ده ليه؟ علشان حاجتين مهمين قوي. اولا انت حسيت ان قلبه عليك وعاوز لك الخير، تاني حاجه اسلوبه محترم اجبرك ان انت تعمل كده. ساعات كمان تقابل ناس تحب تعمل فيها كابتن الفرقه، الكوتش اللي بيقول كل النصايح وانتقد طول الوقت، اي حد يشوفه لازم يكاتشن عليه، فتلاقي كلامه ايه بقى، كان لازم تعمل كده، انت ما ردتش عليها صح، انت ما كنتش مسيطر في النقطه دي، لا اظبط الكلام اكتر من كده. الشخصيه دي ملهاش غير حل واحد، ان انت تقول له ايه بقى، بقول لك ايه يا كوتش، سيبك بقى من التدريب وانزل العب معانا في الملعب. لو سبت صاحبك يعيش عليك الدور عمرك في حياتك ما هتخلص. فمن بدري بدري كده الناس اللي قاعده تنتقد عمال على بطال من غير لازمه قلتهم احسن. كل الكلام اللي فات ده كلام محترم قوي. طب لو انا عاوز انتقد حد، ايه الدخله الصح الموضوع ده؟ اولا اتكلم باشك اسلوب عندك، بالذات لو كنت متجوز وبتكلم مراتك،
حذرتك. مثلا على اكله وحشه هي عملتها، ما ينفعش خالص تقول لها ايه القرف ده، بالشكل كده اقول لها ايه رايك ان احنا نزود الملح او نسبك الصلصه حبه كمان وقت النقد مهم جدا، ما ينفعش وقت العصبيه والنرفزه هدومي مقطعه والعركه دايره تيجي تنتقدني او حتى تنصحني، مش وقتها. ما ينفعش كمان كل شويه تنتقد الناس، لان هم اكيد هيقفلوا منك. انت لا ملاك ولا عبقري ولا بتطير، انت عادي خالص زينا كلنا. لما يبقى كل كلامك اعمل كده بلاش كده اوعى تعمل كده، الناس هتقفل منك وهتقول عليك رخم. طب ليه؟ نصحت صاحبك نصيحه او انتقدته، استنى عليه شويه لحد ما ينساها واديله التانيه. حاجه كمان مهمه، لما تنتقد حد ما تعملش زي غسان مطر وهو بينصح حزلقوم، فتقعد تقول للناس اعمل الصح. اللي هو ازاي اعمل الصح؟ زي ما بقول لك، عاوز تنصح الناس بحاجه قول لي اعملها ازاي. طيب انت مش عارف بتتعامل ازاي، ما تتكلمش فيها. نقطه كمان مهمه، انت متاكد وانت بتنتقد ان انت صح؟ راجع بس نفسك الاول قبل ما تتكلم، لان انت ممكن تكون غلط وتروح وترجع على الفاضي وشكلك يبقى وحش، لان وارد جدا تبقى غلطان او حتى ناسي. نصيحه اخيره بقى علشان نظبط موضوع النقد ده، اي حد داخل عليك ينتقدك بعد ما تسمع كلامه فكر في 3 حاجات مهمين. هو النقد ده صح ولا غلط؟ ايه الاسلوب اللي اتقال لي بيه النقد؟ ايه القصد من النقد؟ لو ال3 دول تمام يبقى نشتري الكلام ويلا بينا نشتغل. طيب لو فيهم حاجه مش تمام يبقى نتفرج على الحلقه من الاول. لو الكلام عجبك شرفني ان انت تشترك في القناه وكمان الجرس في طريقك علشان الجديد. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب، اشوفك بكره احسن من النهارده.